السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية كده حابب أقول لبتوع الثانوية العامة اللي هم خلاص تقريبا خلصوا، يعني لسه لهم يوم واحد يخلصوا، مبروك جدا جدا إن شاء الله. يعني أتمنى لهم حياة أفضل بعد الثانوية العامة وكده. الفيديو اللي هتكلم عنه النهاردة هو إنك إزاي تعمل أوس بيلدونج في ألمانيا، خطوة بخطوة، لأن السؤال ده جالي كتير جدا. حابب أعمل مثلا أوس بيلدونج في مجال كذا، حابب أعمل أوس بيلدونج في مجال كذا، اتكلم عن الاوس بيلدونج او كده. فالنهارده انا قررت اعمل فيديو عن الاوس بيلدونج. الفيديو ده هيكون لاي حد حابب يجي المانيا، بس مش حابب يجي مثلا يدرس دراسه اكاديميه جامعه او كده. لاي حد حابب يجي يدرس يعني اي حاجه، يعني تدريب مهني، اللي هو وليكن يعني في اكتر من 350 تدريب مهني في المانيا. وليكن اي وظيفه او اي شغلانه في المانيا بيبقى ليها تدريب مهني، اللي هو مش مجرد شغلانه هتشتغلها وخلاص، لا. التدريب المهني هنا وظائف كتيره جدا، مثلا وليكن ميكانيكي، مساعد دكتور، مثلا وليكن تمريض. اي وظيفه هنا ان شاء الله، لو بياع مثلا، اي حاجه هنا بيبقى ليها اوس بيلدونج، يعني معتمده من الحكومه انك تشتغل الشغلانه دي. فالنهارده هحكي لك ازاي تقدم على اوس بيلدونج وانت في بلدك وانت في مصر، وايه الاوراق المطلوبه بالظبط، وتقدم ازاي خطوه خطوه. يلا بينا. هناخدكم اول حاجه، يعني هو الاوس بيلدونج ده هو بيكون مدته من سنتين لاربع سنين ماكسيموم، يعني على حسب المجال اللي انت حابب تدرسه. تمام. وكمان الاوس بيلدونج ده انت بتعمله يعني في شركه او مؤسسه، مش بتعمله في جامعه او كده. يعني مثلا وليكن شركه او مثلا مؤسسه كبيره، محتاجه ناس في مجال كذا، انت بتقدم على المؤسسه دي او الشركه دي وبتعمله، مش زي الجامعه، مش كجامعه وكده وتجيب قبول جامعه وكده. تاني حاجه الاوس بيلدونج ده يعني مثلا بيبقى صيفي ولا شتوي، لا. الاوس بيلدونج ده بيبقى مفتوح على مدار السنه، يعني تقدر تقدم في اي وقت في مدار السنه. طب ايه بقى اللي بيميز الاوس بيلدونج ده، او مثلا ليه انا كواحد في مصر ايه اللي يخليني مثلا اجي ادرس اوس بيلدونج هنا لو انا مش حابب الدراسه الاكاديميه الجامعه او كده؟ يعني الاوس بيلدونج طبعا ليه مزايا كتيره جدا، من اولها اللي هو انه اسهل طبعا بكتير من الجامعه، انه يعني تقريبا 70% منه بيبقى عملي، و30% بيبقى نظري. ده غير كمان انك اثناء الدراسه بتاع الاوس بيلدونج اللي هي السنتين او الثلاثه او الاكتر، انك بتشتغل في المجال بتاعك، وليك راتب يعني بيكون من ال 600 يورو ممكن يوصل ل 1200 يورو على حسب المجال اللي انت بتدرس فيه. ده غير انك بتجمع خبرات كبيره جدا في المجال وانت لسه بتدرس في الاوس بيلدونج. بعد ما بتخلص الاوس بيلدونج ده، انت بتقدر بعدها تلاقي شغل في المجال بتاعك يعني اسرع، لانك اوريدي معاك خبره عمليه كتيره جدا. وبعد كده تمشي في اجراءات اللي هي الباسبور والاقامه الدايمه، وبيبقى الموضوع اسهل يعني. فدي طبعا ميزه كبيره جدا للاوس بيلدونج. انا من رايي الشخصي شايف من انك بدل ما تروح لشركه، في شركات كتيره جدا، بدل ما تروح لشركه وتاخد منك فلوس كتيره جدا، انا شايف انك تقدر تحصل على اوس بيلدونج يعني بنفسك، يعني حرفيا بنفسك. فهات ورقه وقلم وتعالى معايا اقول لك ايه المطلوب بالظبط عشان تجيب اوس بيلدونج بنفسك. اول حاجه زي ما انا قلت لكم، وهي مده الدراسه بتاع الاوس بيلدونج بتكون من سنه او سنتين، ممكن توصل لاربع سنين. دي مده الدراسه. طب ايه المجالات؟ زي ما انا قلت لك برضو في مجالات كتيره جدا، يعني اي حاجه تتوقع تيجي في دماغك هي ليها مجال اوس بيلدونج. خياطه، نجاره، سباكه، وليكن مثلا شوفير في قطر، وليكن مثلا مساعد دكتور، تمريض، مثلا فني، بائع، مثلا ميكانيكي سيارات. اي مجال بيكون ليه اوس بيلدونج. يعني كمان في برضه اللي هو مبرمج اي تي برضه كاوس بيلدونج. في كمان عندك مساعد دكتور او اسنان، او مساعد دكتور اسنان. وعندك كمان مثلا مراقب حركه جويه، او مدير في مطعم، او اللي هو يعني مسؤول عن مراقبه الاكل في المطعم. كل حاجه زي ما قلت لك هنا في المانيا يا صديقي ليها تدريب مهني، ما تقدرش تشتغلها كده من غير شهاده. فانت من مجال شغفك او من الحاجه اللي انت بتحبها،
والحاجة اللي أنت عاوز تشتغلها مستقبليًا، تقدر تختار الoutbuilding اللي أنت عاوز تدرسه. سؤال مهم جدًا دلوقتي هو إزاي ألاقي تدريب مهني؟ يعني إزاي أقدر ألاقي؟ أول حاجة قبل ما تسأل السؤال ده، شوف نفسك يعني أنت ميال لإيه أو أنت شغفك في إيه، حابب تدرس إيه أو إيه المواد اللي أنت مفضّل فيها أو إيه مثلًا المجالات اللي أنت حابب تشتغل فيها. هاسأل نفسك الأسئلة دي كلها في البداية قبل ما تدوّر على house building وقبل ما تسأل سؤال إزاي تدوّر على house building. شوف نفسك أنت إيه شغفك، إيه المواد اللي أنت بتحب تدرسها، إيه المواد اللي أنت يعني متميز فيها، إيه الحاجة اللي أنت يعني هتعرف تقدّم فيها أو تشتغل فيها بشكل كويس. من رأيي اللي هو مش تستسهل أو ما تستسهلش عن أي house building مثلًا شُفت مثلًا حد طالع عليه أو سهل أو كده، تقول أنا هاطلع عليه، لأ. هي مش مجرد يعني إنك تسافر وخلاص، لأ أنا باشوف من رأيي إنك تشوف الحاجة اللي أنت متميز فيها وتقدّم عليها. إزاي بقى إنك تلاقي house building؟ أنا هاسيب لكم كل اللينكات بتاع المواقع اللي تقدر من خلالها تلاقي house building في المجال اللي أنت عاوزه، وليكن زي مثلًا housebuilding.de وplanet، وفي كذا موقع جدًا تقدر من خلاله تلاقي house building. هاسيب لكم كل اللينكات بتاعتها في الوصف تحت. بس الفكرة إن المواقع دي كلها بتبقى بالألماني، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن اللغة الألمانية. كده يعني شرط برضه إنك تدرس house building هنا لازم يكون معاك لغة ألماني. فأنا دلوقتي هاكلمكم عن كل الشروط اللي لازم تكون عندك عشان تقدر تقدم على house building. ويا ريت إنك تجيب ورقة وقلم وتكتبهم ورايا عشان ما تتلخبطش فيهم. أول حاجة وهي إنك تشوف شهادتك وليكن الثانوية أو الكلية، آخر حاجة أنت درستها، تشوفها هل هي معتمدة عندك في مصر والّا لأ. فبرضه تعرف تشوف الموضوع ده من خلال موقع اسمه أنا بِن. من خلال الموقع ده تقدر تشوف الشهادة بتاعتك مُعترف بيها والّا لأ. فأنا هاسيب لك اللينك بتاع الموقع ده تحت برضه في الوصف. كمان مش شرط إنك تكون ثانوية عامة عشان تيجي تدرس house building هنا، لأ. ممكن تكون ثانوي تجاري، ثانوي فني، أي أنواع من أنواع الثانوية أنت. وهاقول أعرّفك إزاي تدخل على الموقع ده اللي هو أنا بِن وترفع الشهادة بتاعتك عليه، وبتختار يعني على حسب الاختيار بيشوف لك بقى الشهادة بتاعتك هل هي مُعترف بيها هنا والّا لأ. إذا كنت ثانوي تجاري أو ثانوي صناعي أو حتى ثانوية عامة، فأنت ليك الحق إنك تدرس house building هنا، بس بيكون في حد يعني نسبة ما تقلّش عنها، وهي تقريبًا 60%. ف60% دي أنت لو جبت أقل من 60% في أي نوع الثانوية بتاعتك للأسف مش هتقدر تدرس house building هنا. فأنا هاعرّفك إزاي برضه ترفع الأوراق بتاعتك وتملى البيانات المطلوبة، وعشان يقول لك يعني إيه هل أنت تنفع والّا لأ. تاني شرط وأهم شرط من الشروط وهو إنك تحصل على يعني موافقة من الشركة أو المؤسسة اللي أنت هتدرس فيها الhouse building، واللي هي يعني مثلًا وليكن أنت قررت مثلًا تدرس house building وليكن خاص بالعربيات أو كده، بتدخل على الموقع اللي أنا هاكتبها لك في الوصف وليكن housebuilding.de أو planet. تخش على أي موقع من دولة، وليكن تدخل مثلا تشوف مثلا BMW أو أي شركة من مثلا المسؤولة شغالة في العربيات، تشوف هل هي مثلا عارضة وظيفة أو عارضة مثلا أوز بيلدونج تدريب فني أو كده. فأنت هقول لك إزاي تقدم وترفع الورق بتاعك المطلوب. وبعد ما مثلا لو اتقبلت بيبعتوا لك ورقة، والورقة دي أنت لازم تحتفظ بيها معاك لأنك الورقة دي أنت دي اللي بتقدم بيها بعد كده على السفارة. ده تاني شرط وأهم شرط. تالت شرط وأهم شرط طبعا وهو مستوى اللغة. لازم يكون معاك مستوى لغة على الأقل B1. وفي بعض المجالات اللي هو الاوس بيلدونج بتطلب البي 2 وساعات بتطلب السي 1، بس اغلبيه المجالات هنا في الاوس بيلدونج بتطلب البي 1. فلازم طبعا يكون معاك شهاده اللغه بي 1. بالنسبه لموضوع اللغه انا اتكلمت في فيديو فات يعني ازاي تبدا تتعلم اللغه من البدايه بالطريقه الصح، فممكن تروح تشوفه هيفيدك جدا. الخطوه اللي بعد كده وهي انك تعمل سي في محترم تكتب فيه اهتماماتك او مثلا الشهادات اللي معاك او ايه اللي انت مهتم بيه. فالسي في مهم جدا، لازم تكتب فيه كل حاجة. وانا عملت فيديو قبل كده برضو كاتب لك فيه ازاي تكتب فيه سي في او موتيفيشن ليتر وكده، فانت ممكن ترجع له هيفيدك يعني. الشرط اللي بعد كده وبرضه هو انك لازم تعمل خطاب تحفيزي كويس جدا، واللي هو الموتيفيشن ليتر. اللي ده يعني عبارة انك بتبريزنت نفسك في الورقتين او ورقة، يعني تقول له الشركة اللي انت تقدم فيها او المؤسسة انك يعني انك هتنفع في المجال ده وان المجال ده مناسبك، وانك هتعرف تأدي يعني في المجال ده لانك عندك كذا وكذا وكذا. وبرضه عملت لك فيديو قبل كده لو رجعت عندي في القناة هتلاقي انك ازاي تكتب خطاب تحفيزي يعني بشكل كويس، فممكن ترجع له هيفيدك برضه. الخطوة اللي بعد كده وهي انك خطوة توثيق الاوراق.
الموضوع ده اتكلمت عنه في فيديو فصل قبل كده، ممكن ترجع له لو انت مهتم اكتر. وهكلمه دلوقتي باختصار. توثيق الاوراق ده انت بتشوف يعني مترجم معتمد من السفاره الالمانيه، وبتحاول تترجم ورقك كله عندك. انت ممكن ترجع للفيديو يعني تشوف ازاي بتتم هذه العمليه اللي هي توثيق الاوراق وكده. الخطوه اللي بعد كده بقى وهي خطوه تقديم الورق للسفاره. زي ما قلت لك انت هتجمع ورقك ده كله، اللي هو من سي في، من شهادتك المعترف بيها اللي انت اتاكدت هي معترف بيها ولا لا، عقد من المكان اللي انت قدمت فيه من خلال المواقع اللي هقول لك عليها، وسي في كويس وموتيفيشن ليتر. وبعد كده بتطلع على السفاره، بتاخد ميعاد طبعا وبتقدم اوراقك دي. وبنسبه يعني، وبعد كده المانيا او السفاره الالمانيه بتبعت ورقك لمكتب الاجانب اللي في المدينه اللي انت هتروح تدرس فيها الاوس بيلدونج ده. وصدقني بجد يعني نسبة قبولك بتبقى كبيرة جدا، لأن ألمانيا الفترة دي أو دايما محتاجة شباب، محتاجة عمالة، محتاجة ناس كتير جدا. فدي نسبة قبولك بتبقى كبيرة جدا يعني. آخر نقطة حابب أكلمك عنها، يعني إيه ميزة إنك تعمل تدريب مهني لو أنت مش حابب تدرس يعني تكمل أو تدرس دراسة أكاديمية أو كده. نقطة وأول ميزة إن دراسة أوس بيلدونج بتاخد وقت أقل كتير جدا من إنك تدرس دراسة أكاديمية في جامعة أو كده. يعني الدراسة الأكاديمية في الجامعة ممكن يعني لا تقل عن 5 سنين، لكن الأوس بيلدونج بتبقى أقل بكتير. ممكن أصلا تلاقي أوس بيلدونج سنة سنتين. فدي أول ميزة في إنك تدرس أوس بيلدونج. تاني ميزة من ميزة الأوس بيلدونج، واللي هي إنك تقدر تشتغل أثناء دراستك الأوس بيلدونج. فبيبقى عندك دخل أو راتب شهري بيجي لك في المكان اللي بتشتغل فيه. والمكان اللي بتشتغل فيه انت بيكون تبع مجالك، وليكن انت مثلا عملت ميكانيك سيارات او حاجه تبع العربيات، اكيد هتكون شغال في شركه جنب المدرسه اللي انت تدرس فيها اللي هو ال 30% النظري. فدي حاجه كويسه جدا ان يكون عندك راتب ثابت في الشهر. ده حاجه عظيمه جدا. الميزه اللي بعد كده وهي انك بتكون ضامن انك هتلاقي شغل في المجال بتاعك اللي انت درسته او منه بعد ما تخلص، لانك اوريدي كنت شغال فيه بقى 3 سنين او سنتين في اللي هي مده الدراسه. فبيكون عندك خبره كبيره جدا، فبتبقى ضامن بشكل كبير جدا انك تلاقي وظيفه بعد ما تخلص. وده بيسهلك انك تاخد على الاقامه الدائمه وبعدها تحصل على الجنسيه. اعتقد يعني ده كل بدايه الموضوع الاوت بيلدونج وكده. فلو عجبكم الفيديو يعني ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتبعتوه لاصحابكم اللي مخلصين ثانويه عامه وفكروا يسافروا او يهاجروا. زي ما قلت لكم الاوت بيلدونج هنا او انك تدرس هنا اوت بيلدونج هي عباره عن هجره بس غير مباشره. يعني مثلا مش زي بتاع امريكا، هجره امريكا انك تسافر كده وخلاص، لا. الهجرة هنا في ألمانيا يعني إنك تيجي وتعمل حاجة، تدرس، تعمل حاجة عملية وكده. فأهم حاجة ما تنسوش تشوفوا الوصف، هكتب لكم فيه كل اللينكات اللي عن طريقها تقدر تقدم على أوس بيلدونج وكده. وبرده كل المواقع اللي أنا اتكلمت عنها في الفيديو هسيب لكم اللينكات بتاعتها. ف يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة، وابعتوا أي حد من أصحابكم أو حد من قرايبكم خلص ثانوية عامة قريب حابب يدرس في ألمانيا أو كده. وأشوفكم في فيديو جديد.